السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم على قناة سوبر دوج أم بدر، فيديو جديد وحلقة جديدة أتمنى إنها تنال إعجابكم. عايزة أسألكم سؤال وعايزة أعرف ردكم في التعليقات. هل الأفضل إن انتوا تعيشوا لوحدكم بسلام، ولا إن انتوا تعيشوا في وسط ناس غلط؟ السؤال ده أنا عايزة أعرف رده، لأن في حاجات كتير مرت على الواحد أو الواحدة يعني. آه، آه، فأنا عايزة أعرف آرائكم، يعني أي حد في اللي هيسمعني لو عنده تجربة أتمنى إن هو يكتبها لي في التعليقات من وجهة نظر. على سبيل المثال مثلا انتي قاعدة في مكان مفهوش حد من أهلك، فبتبقي مثلا ايه اكلم جارتي او بتاع، يعني بيبقى في تبادل حتى كلمة صباح الخير. هحكي لكم موقف حصل معايا. الموقف ده حصل ان انا في مرة يعني كنت ساكنة لسه ايه جديد في شقة، ففجأة بقى ايه المفروض الجارة جاية بتخبط على اساس انها ايه بتكون صداقات مع الجارة الجديدة اللي هي انا. فاتفاجئ مثلا الاقيها ايه ازيك عامله ايه واخبارك ايه، بقولك ما عندكيش بصلايه؟ فماشي اتفضلي. مرة تانية السلام عليكم ازيكم اخباركم ايه مش عارفه ايه، بقولك ايه ممكن شويه الطماطم دول تخبطيهم في الخلاط عندك؟ طب تمام ماشي. فمره تانية ابص الاقي مثلا ايه عايزه المقص، عارفين المقص؟ عايزه تعمل بيه حاجه عندهم. كان الخط بقى اللي هو ايه فصل خالص، يعني لما المقص ده اتاخد فطلعت عشان عايزه المقص بتاعي استخدمه، فالاقي حد تاني مش اللي اخدته مني اختها مثلا تقول لي ايه هو انت عايزه المقص بتاعنا؟ او لا لا انا عايزه المقص بتاعنا. فكان ده خط الفيصل بقى، يعني خلاص يعني انتوا عندكم مقص جايين تستلفوا من عندنا. ف فجوزي بقى معرفني من زمان ان ما ينفعش، ما فيش اختلاط مع جيران ولا بتاع، فالافضل ان احنا نعيش لوحدينا، ولا ان انت تعيشي مع الناس دي، يعني مش نعيش معاهم في نفس الشقة بس احنا كلنا في نفس البيت، يعني بيت وجيران. بس طالما انتوا بتفكروا ان انتوا تستغلونا، لا خلاص يبقى صباح الخير، وحتى مش عايزة تقولي الصباح خلاص. فبعد كده طلب والتاني لا والله مش عندي، لا والله مش عارفة ايه، فاهم؟ فخلاص يعني خدوا جنب، لان انا بطلت اطلع. الموضوع ده حصل تقريبا كده من اول جوازي، يعني تقدروا تقولوا مثلا ايه بقالي متجوزه يجي 21 سنه كده. فبعد كده خلاص بطلت نهائيا اختلط مع الجيران، لان معظم الجيران بيفكروا بنفس الموضوع. وفي ناس تانية مثلا تقولك ايه لا طالما مش عايزه، مش هاخد منك اللي انا عايزاه، مثلا ايه اخش اقعد عندك ممكن اشرب شاي يعني في عايزين يبيتوا يعني، فلا خلاص يبقى انتوا لوحدكم واحنا لوحدنا. ده مثل من الامثله اللي فاتت عليا يعني. في امثله تانية تخص الافضل ان انا اعيش في سلام افضل من ان انا اعيش مع ناس غلط. كل ما بتيجي تكلم حد، يعني مثلا بيكون في صله رحم، تمام؟ لما بتيجي تكلم حد يقولك ايه والله الدنيا تلاهي، انا كنت بفكر ان انا اكلمكم دلوقتي. طب وانتوا ما اتكلمتوش ليه؟ لازم انا الواحد يسأل علشان خاطر انتوا تجاوبوا. فطالما محدش من الطرف التاني هيسأل عليكي يبقى خلاص ما تسأليش على حد. طبعا الكلام ده مش هينطبق عليا بس، انا بينطبق على اي حد انا اعرفه. في حاجات كتير بتحصل، وبسمع اتصالات في برامج كتير بتخص الأسرة أو بتخص المشاكل الاجتماعية أو بتخص حاجات زي كده. في مثلا ايه راجل ومتجوز وعيلته. المهم حكاية استحضرتني يعني دلوقتي. متصل بيتصل في برنامج بيقول انه عايز يتجوز،
علشان خاطر مراته كانت عندها السرطان. يعني قعدت معاه 12 سنة جواز، وجالها فجأة المرض ده، بالرغم ان مراته دي ما حصلش منها حاجة وحشة. ولما جالها المرض خلاص هو كده يعني زي ما يكون قرف بقى ومش مستحمل وبتاع، وبرغم انها شالته 12 سنة. تفتكروا الراجل ده من الناس الغلط؟ مراته اللي شالته 12 سنة هل ذنبها ايه؟ يعني ممكن نقدر نقول انها ايامها في الدنيا معدودة، تقضي عليها وان انت عايز تتجوز عليها يعني وتجيب لها ضرة، وهي اصلا يعني مش ناقصة، يعني هي الولاية هتروح. فلما تعرف ان جوزها بدل ما يقف جنبها، لا ده بيفكر ان هو يتجوز عليها لان هو مش طايقها، او هو مش قادر يعيش معاها كزوج. طب ما تستحملها شوية، ما هي في الاخر هتروح. مش عارفة، يمكن انا بفكر يعني تفكيري ان الراجل ده جه في وقت غلط. عاشت معاك 12 سنة وعلى الحلوة والمرة، واول ما جالها مرض فانت عايز تاخد جنب. انت شخص من الناس الغلط اللي جم في وقت غلط. ده ردي يعني. فانا عايزة برضو اعرف رأيكم في التعليقات. الشخص ده هل هو بيفكر صح او بيفكر غلط؟ يعني احنا بنفضفض مع بعض، او انا بفضفض مع الناس اللي بتكلم معاهم والمتابعين. في امثلة تانية كتير. مثلا لو احنا بنفكر في واحدة بتروح الكلية، بتحضر محاضرات، بتذاكر، مجتهدة، تيجي واحدة من صحباتها قاعدة بقى في البيت ومأنتخة، تتصل عليها ازيك اخبارك ايه، انا عايزة صور المذكرة الفلانية. فتقوم البنت مديالها صور عن طريق الواتساب المذكرة اللي هي عايزاها. طيب انت رايحة الكلية، طب وانت جاية هاتيلي كتب او هاتيلي مذكرات او هاتيلي كذا او هاتيلي كذا من المكان اللي انت رايحة فيه الكلية، وهي البنت قاعدة في بيتها. فلو صاحبتها دي فكرت تخرج خروجة مثلا مع زمايلها، عمرها ما تفكر تقول لصاحبتها اللي عمالة تمشورها في الطريق وراحة جاية وهاتيلي واعمليلي، انها تقول لها تعالي اخرجي معانا خروجة كويسة. فاهميني؟ في الاخر تقول صاحبتها ايه اللي هي البنت دي اللي هي بتديها المذكرات، طب وهي ما قالتليش ليه؟ هتقول طب البنت دي بتعرف ازاي؟ بتعرف عن طريق الواتساب، صور الاصدقاء مع بعض، صور الاصحاب بيتلموا مع بعض. طب انتوا خرجتوا امتى؟ لا ده احنا خرجنا امبارح. طب انتوا ما قلتوليش ليه عشان اخرج معاكم؟ يبقى الافضل ان انتي تسيبي اصحابك اللي بيستغلوكي وتخليكي مع نفسك، تروحي تذاكري، تعملي، تروحي الكلية، تجيبي مذكراتك، ما تجيبيش حاجة لحد، ما تتعامليش مع حد اصلا مش مقدرك. ده مثل من الامثلة ان الافضل ان انا اعيش لوحدي، او ان انا اتعامل مع نفسي كده واجيب اللي انا عايزاه، غير اني اعيش مع حد تاني بيستغلني. في امثلة كتير جدا، بس بصراحة مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. في حاجات كتير الواحد بيبقى عايز يقولها بس خايف لا يكون تقيل على الناس. المهم، اتمنى في اخر الفيديو اللي عنده مثل او عنده حكاية يقولها لي في التعليقات من وجهة نظره، واعرف رأيكم. هل الافضل اني اعيش بسلام لوحدي، ولا اعيش مع ناس غلط في وقت غلط؟